منين؟ اللي هو بيسموه اللازورد الازرق الجميل ده اللي المصري تمام. ده كان بيجيب منين؟ من اين اتى به المصري القديم؟ من اين اتى به؟ هو في لازورد في مصر؟ فيش. طيب امال كان اقرب حته يتجاب منها اللازورد الازرق اللي هو كان مليان في كل المقابر بتاعتنا دي، يعني كميات بنتكلم، مش بنتكلم حاجه نادره زي الخنجر بتاع توت عنخ امون اللي معمول من النيزك الحديدي. لا، ده واحد خنجر واحد، نص خنجر واحد تم اكتشافه في تاريخ مصر كلها، معموله من النيزك الحديدي، اي حديد ليس من الارض ولكنه من السماء نازل من الفضاء. خلاص ده اثبت بما لا يدع مجالا للشك، واتعمل عليه في 2016 دراسه، وكلمت الدكتور حلوجي مدير المتحف الاسبق في 2016 قال لي انا كنت شريك في هذا البحث في المتحف المصري مع الاجانب والمصريين، والحقيقه انه قد اثبت ان نصل خنجر توت عنخ امون الرائع هو من الحديد النيزكي. تخيلوا يا جماعه. لا التاريخ يا جماعه بيتعاد كتابه، عشان لما انا اطلع اقول اعاده كتابه التاريخ بايدي المصريه يبقى هم الناس هيستغربوا شويه هذه الجمله يا فندم، والى كل من يستمع اليه من المستمعين الكرام متخصصين او غير متخصصين يعرفوا ان معنى هذه الجمله ان احنا مش بنقول ان اللي فات غلط واحنا اللي صح، مش هي ما تمشيش كده، احنا مش بنتكلم في الكيمياء. لا نتكلم ان البني ادم عنده 3 قلوب بدل قلب، لا خلاص قلب واحد مفهومه، الانسان له قلب واحد، خلاص دي حقيقه بيولوجيه من علم الاحياء وعلم البيولوجيا وعلم التشريح وعلم الجسم الانسان. حتى هيطلع يقول البني ادم عنده 3 قلوب، خلاص انتهت. لكن في التاريخ لا، في التاريخ في اعاده قراءه. اقول لك على مفاجاه اخرى. هل تعلم ان هناك نص في منطقة أبو سير بالجيزة بجانب الهرم المدرج بسقارة في معبد الملك الرائع ساحو رع، وهو ملك لا تسمع اسمه كثيرا، ساحو رع اسمه كده، الدولة قديم 4200 4300 سنة من الآن. وفي هذا النص بيثبت أنه قد تمت عملية تجارية مع اخواتنا العرب في موضوع اللبان ده. مصر القديم استخدم اللبان واطلق عليه التسميات الهيروغليفيه وكذا، نبقى نعمل لها حلقه لوحديها. لكن اللي انا عايز اقوله في الاخر خالص ان اللازورد ده كان بيتجاب من افغانستان، وان التبسم اللي اتوجد في توت عنخ امون البلد الاشهر في العالم في الوقت بتاع توت عنخ امون زمان كانت الهند. فعلشان انا اقدر اجيب سمسم عند مقبره توت عنخ امون يبقى انا ممكن افتح نظريه جديده من اين اتى المصري بزراعه السمسم، ومن اين اتى بالسمسم في مقبره توت عنخ امون. هي البلد اللي كانت الاشهر في وقتها وربما الوحيده اللي كانت معروفه بالسمسم كانت الهند. السؤال بقى هنا يقف في دهاليز التاريخ ودهاليز النص المصري القديم، هل ذهب المصري القديم الى ما نسميه الان الهند؟ دي متخيله ده معناه ايه؟ طب الاسكندر الثالث المقدوني الكبير اللي هو بيطلق عليه الاسكندر الاكبر، معرفش جبنا الاكبر منين، حتى بالانجليزي اسمه الكسندر ذا جريت، يعني الاسكندر الكبير، صح. لكن لو كان الاكبر كانوا هيسموه ايه بالانجليزي مثلا؟ يعني هيسموه ذا جريتست كده، مظبوط. هي الاكبر ولا العظيم ولا ايه ولا الاعظم؟ يعني حاجه. ايوه يعني مش فاهمه حضرتك بتنتقد المسمى يعني ولا ايه؟ انا بطلت اقول الاسكندر الاكبر من سنين في كتبي وفي محاضراتي، لان هو لو كان الاكبر حتى بالانجليزيه تسمى جريت، لما حضرتك بتقولي this is the greatest pyramid، ده الهرم الاكبر اهو كده. لو انت قلت ذا جريت بيراميد يبقى الهرم الكبير. احنا عندنا كام هرم كبير في مصر؟ عندنا عشرات وعشرات وعشرات. طب انا عايز بقى افضل واحد فيهم يبقى هو الاكبر، اقول ايه؟ اقول ذا جريتست، مش كده؟ مظبوط. دي الاخرانيه اللي كلنا ذاكرناها في المدرسه دي بالانجليزي. صحيح. لو كان مصر قد ذهب الى سلطنه عمان كان قد ذهب الى الكويت والامارات والسعوديه واليمن، واذا كان هناك اكتشافات للاستاذ الدكتور العظيم احمد فخري
واحد برضه من التوب 5 من علمائنا في العالم، خلاص الله يرحمه ويحسن اليه. وده كان الاستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، قالوا واكتشفوا مومياوات وجعارين وخراطيش في اليمن وسلطنة عمان والى اخره. فكيف ذهب المصري بطريقة مبسطة سهلة بتستخدم البغال والحمير قبل الجمال، مرة ثانية قبل ان يستخدم الجمال سفينة الصحراء او سفن الصحراء، كيف ذهب الى هذه الاماكن العظيمة؟ راح تبوك ازاي؟ راح تبوك ببساطة جدا. انت ممكن تعبر من الدلتا، عدي على البحيرات المرة، ما كانش فيه لسه قناة السويس بقى، هتعدي ارضا برا يعني او بحرا لو عايز عن طريق الخليج اللي اسمه دلوقتي خليج السويس. عديت 61,000 كيلومتر مربع من المساحة العظيمة سيناء المصرية. عديت الناحية الثانية، اما هتعدي بحرا على خليج العقبة هتلاقي نفسك فين؟ في شبه الجزيرة العربية. خد بقى عندك هتلاقي فلسطين، وهتلاقي سوريا، وهتلاقي السعودية، دي التسميات الحديثة طبعا زي ما احنا عارفين. الا فلسطين، يعني فلسطين هي الوحيدة اللي تسميتها قديمة قدم الهيروغليفيات، اصل بتاعها يعني كده. لما اطلق على المجموعة من اهل البحر اللي عاشوا في كنعان كانوا بيسموهم ايه؟ كانوا بيسموهم الفاليست، البي اتحولت لفاء فاليست اصبحت فاليست. بس تكير يا دكتور الخط بدأ يبقى فيه تقطيع كده بسيط يعني. تمام. انا مع حضرتك، اتفضل. تمام يا فندم. فمن هنا بقى نستطيع ان نقول ان كان من الممكن ان تصل الى شبه الجزيره العربيه السعوديه الان عن طريق برا او بحرا، عن طريق شبه جزيره سيناء او الخليجان بتاعت البحر الاحمر. يبقى اذا بعد كل ده نستطيع ان نقول ببساطه ان الوصول الى محافظه تبوك واحد تيماء عشان الرئيس الثالث يحط اسمه القوافل التجاريه بتاعته ويتنحت على صخره في واحد تيماء. لو كملت شويه تقدر توصل لليمن جنوبا، سلطنه عمان جنوبا، الاردن وسوريا وفلسطين شمالا. ولذلك ما تستغربش لما اقول لك ان اشبع اللي هي عسقلان قد تم ذكرها في نص واضح جدا للملك مريم بتح، اللي هو احنا نسميه مريم بتاح. ايوه بتكرنك. ده انا بوقفه السياح، ده انا بوقفه كده بلون بصره الهيروغليفي ده حرف حرف، يلا نقراه. اشكالون عسقلان فلسطين. تمام. تانيين نتكلموا في ايه؟ بنتكلم على مريم. عفوا يا دكتور، اسكالون او عسقلان هي كانت المرادف لفلسطين ولا ده كان جزء برضو منها وفلسطين اسم تاني؟ فلسطين ذكرت، او نقول الان ان فلسطين قد ذكرت في النصوص في مدينة هاب باسم في الغربي من الاقصر باسم، وذكرت في اكثر من مكان. فلما انا اذكر الباليست اللي هم جم من البحر وقعدوا وهيرودوت سمى المنطقه باسمهم، فلسط بعد كده، ولا اسمها الهيروغليفي ايضا اللي هو يشبه التسميه باريستان، وبالتالي التسميات دي كلها لها علاقه بتسميه فلسطين. فكل الاسماء اللي انا ذكرتها دي اسماء حديثه، ولكن اقدمها هو تسميه فلسطين. يعني الامارات والكويت والسعوديه واليمن السعيد وسلطنه عمان والاردن وكل هذه وسوريا وكل هذه الاماكن الرائعه هي تسميات قديمه بالفعل، ولكن ليس قدم الهيروغليفيات اللي اطلقت على الاماكن دي. العجيب بقى ان التجاره المصري القديم وثقها على الجدران زي جدار او زي النص اللي موجود في ضاع في منطقه ابوقير بالجيزه اللي بيثبت هذه التجاره وبيثبت موضوع اللبان وموضوع تجاره اللبان، لان اللبان كان مهم جدا. انا بتكلم اللبان مش اللبان بس اللي بيتنادى، اللبان العادي واللبان اللي هو بيسموه اللبان الدكر، اللي بيسموه دلوقتي اللبان الدكر، ده كان له استخدامات كثيره جدا جدا في المصري القديم، مش مجرد ان واحد ولا زال صحيح. ولا زال يعني ده بتخرج منه بعض العقاقير الطبيه يعني. برافو عليك. المهم هنا بقى تاتي اهميه سيناء، ولذلك
يعني لا يا جماعه، احنا في كذا حاجه لسيناء تاريخيا نستطيع ان نقول انها لعبت الدور الاهم فيها. وحتى يعني بوابه مصر الشرقيه دي طول عمري من وانا صغير وانا ما بحبش العباره دي. عايز تسميها سميها قلعه الدفاع والخروج الى مقابله الاعداء.